ياك انا ديما تنضحككم، ولكن في هذا الفيديو هذا كلشي غادي يبكي للاسف. واحد السيد مسكين قال لك انا ما بغيتش نتزوج بالمراه ونخليها في المغرب وانني كنضرب تماره على برا. هو مشى على برا وكيضرب تماره وقال لك انا قلت حتى نحس براسي انني وليت بخير وعلى خير عاد نجي للمغرب نعقد على شي وحده. يعني ماشي بحال بزاف ديال الرجال مساكن اللي كيكون هو مكرفص وكيتزوج وكيخلي المراه ديالو مع الام ديالو ولا مع والديها لانه تيكون ساكن غير مع صحابو وما قادرش انه يكري وكذا وكذا وكذا. هاد السيد هذا بقى 10 سنين وهو كيضرب في التماره حتى قدر انه يخدم خدمه زوينه وحتى قدر انه يدير الدار ديالو ويقاد المسائل ديالو وقادر وحس راسو انه قادر على المسؤوليه وعاد حس راسو انه قادر انه الا عقد على شي وحده غادي دغيا صايب لها الوراق ويجيبها وتزوج. جلس 10 سنين ضرب التماره. قال لك خدمت غير خدامين مكرفصين في اوروبا والشتا والبرد والفلاحه وراكم نتوما عارفين الاجواء كيفاش دايره تما. المهم هذا السيد هذا امور خطبات لي واحد السيده قالت لي شوف انا شحال هذا وانا حاطه العين على بنت فلان وراه هي اللي بغيتها لك. يعني راه حتى الام ديالو كانت عندها النيه وجوجات هذيك السيده ماشي هو اللي بغاها. صافي تزوج بهذيك البنت. قال لك جبتها واكلين شاربين ناسين ماشطين ناشطين ما خصنا حتى شي خير، شي نقاشات بسيطه على شي طاجين محروق ولا على شي خبزه قاصحه ولا يعني داكشي بسيط عادي ما لا يستحق. قال لك واحد المره وكيف ما انا قال لك هو تعاود قال لك كيف ما انا جابني ولد عمي حتى دابا انا ولد عمي قال لك حنا كنديو بعضياتنا لاوروبا كيخدموا في الفلاحه. قال لك كيف ما مع احتراماتي للجميع حنا كنا مغاربه. المهم قال لك كيف ما انا جابني ولد عمي حتى ولد عمي انايا واحد اخر صغر مني طلبني نديه. كتطلبك العائله كامل كتقول لك دي فلان صافي ما عندك ماش دير وهو يدي فلان دا فلان. منين تزوج بهاد السيده هادي شحال جلس معاها 4 سنين ونص وهو معاها ما ولدوش. فاش جاب هاد السيد هذا جاب ولد عمو جلس معاه ولكن هاد ولد عمو فاش قال لك يخدم 15 يوم وكيعيا وكيبغي يبدل الخدمه ما كيقدرش يكمل كيعاود ثاني يشوفوا لي حاجه اخرى كيعاود يشوفوا لي حاجه اخرى. فهمتوا؟ مثلا هاد المره خدم في الفريز مره اخرى خدم في مطيشه هاد المره خدم في مطيشه مره اخرى خدم في شي حاجه اخرى. المهم ما قدرش انه حتى شي حاجه ما قدر يكمل فيها لا هذيك ديال الحساسيه لا هذه هذا ما قدرش نفيق بكري سميتو الصندوق جاني السياتيك هذا. المهم ديما تيشكي ويبكي لدرجه انه صافي حساسو انه ولا جالس ليهم في الدار وهو قال لك انا تعاود ليا قال لك انا ما عطاتنيش خاطري انه هذا السيد هذا نقول ليش تتكري مع الدراري وقلت ليه هذا غلط. المهم دابا انا ما غاديش نقول لكم هذا ماشي موضوع اجتماعي غادي نتدخل في الوقت اللي غادي نتدخل فيه ماشي دابا تنعاود لكم القصه كيفاش وقعات. المهم ملي ولات لي جلس قال لك تنعاود ثاني كنقول واخا ماشي مشكل لا خاطرو نشوفوا لي حاجه اخرى. هو باقي صغير ديك الساعه يلاه عنده 20 عام نعاود نشوفوا لي حاجه اخرى ماشي مشكل. كيعاود يشوف لي ثاني شي حاجه اخرى وقال لك واحد المره وهو يجي للدار قال لك جا للدار هو يلقى في الطواليت اعزكم الله واحد البريزيرفاتيف مرمي ما مكوبش عليه. قال لك بحال فهمتوني هازو الماء ما مشاش في القادوس. قال لك شفتو وانا نتصدم واش هادشي اش هادشي. قال لك تصدمت وانا نقول صافي راه واقيلا ولد عمي كان في شي بلاصه ولا شي حاجه وانا نقول ولكن حمار هذا زعما جيت لداري وليحو هنايا. قال لك ديك اللقطه شفتها ما عجبتنيش ولكن في نفس الوقت قلت هذا بيبدا يتبرهش ليا ويتفلا وكذا كذا. قال لك واحد المره عاود ثاني قال لك انا شي يومين 3 ايام ولا 4 ايام بحال هكا داك شي ايام قال لك ما كنتش داير حتى شي حاجه وهو يبان ليا واحد سترينغ مرمي تحت الناموسيه في القناه. قال لك شفتو وانا يا عارف انه هي ما تلبس داكشي الا في ديك الوقيته. قال لك وانا نميك وانا نقول كيفاش زعما هذا. قال لك الا قطع ما حكرتش عليها مزيان. قال لك دابا حتى من بعد عاد بديت كنقول عليه هكذا ونهار اللي كانت كذا وكذا. عاود ثاني قال لك واحد المره جا وهو يلقى مراته الكحول نازل ليها مجلخ ليها في عينيها. هو يقول لها مالك حالتك دايره بحال هكاك. هي تقول لي راني كنت ناعسه وهو يبدا يضرو راسو
وهو يبدا يمرض. قال لك صافي واحد المره قلت لها بسلام عليك، تقول لي بسلام، وهو يخرج لخدمته هو لقى راسو نسى التليفون. رجع اللي بيرجع هو لقى مراتو حيدت عليها. قال لك كان البرد وكانت هي لابسه واحد البيجامه. قال لك فاش مشيت وانا نلقاها محيده البيجامه، شي حاجه عادي تحيدها وتلبس حاجه اخرى ماشي مشكل، ولكن قال لك حيدتها وهي تلبس واحد اللباس كنلبسو انا ويا كتلبسو منين كيبغيو يديروا صداق هذاك. صافي عافاك. اسمح لي الا جاني الضحك في الفيديو ديالك، لانني انا والله ما انا بقى فيا حال شفتو تنهضر غير انا فيا الضحك، هادشي اللي كاين. قال لك وما كنبغيش نقول ديك الكلمات بمسمياتها، راك عرفتي شنو كاين، هضره في راسكم. المهم قال لك شفتو وانا نصدم، علاش كنت لابسه هادشي دابا؟ صافي وانا نعرف القضيه دايره. قال لك مية كدرت بحال ما رديتش البال كاع شنو لابسه، وقال التليفون نسيت التليفون وهو يمشي. ولد عمرها ما خدامش، انا مشبح ناس. واحد المره هو يمشي قال لها بسلام عليك انا غادي نمشي. مشى هو دار واحد شوي وهو يجي كيتسلت، وهما يسمعهم كيضحكوا. بغى يحل الباب. قال لك هو لقى مديوره الساقطه. صافي لقى مديوره الساقطه، هو يخلي غير ودنو عند الباب، بقى غير كيحاول يسمع شويه الغناء والضحك وهذا، وهو يدق تعطلات بزاف وكتسمع قرب بزاف. عاد حلات ويقول لها واش كنتي ناعسه ولا فايقه؟ قالت لي راني ما سمعتش. قال لك كيفاش ما بقاتش عرفت هي اشنو كتقول لي؟ صافي تصدم، عرف انه كاين شي حاجه ما شافهمش متلبسين، ولكن قال لك ملي انا دقيت وتعطلات داك التعطال كامل والدار غير صغيره وتعطلت هكاك، ومنين مشى طلع على ولد عمو هو لقاه جالس في بيته وشافوه وبدا يترعد ووجههم بدل. صافي والطريقه قال لك غير باش مجبد في هذاك البيت، قال لك باين داك الشيء راه باين. هو يمشي للناموسيه ديالو وجلس فيها وبقى كيشوف. قال لك مراته ما قدرتش تشوف ليه في وجهه وكلها كترعد، كتحاول انها تمسك الاعصاب ديالها، ما قدراتش تمسك الاعصاب ديالها. اذا المراه تدير زداق مع ولد عمو. قال لك دابا انا ما بغيتش تستوعب لي في راسي واش انا داير شي حاجه، والو. الحاجه الوحيده هو اننا ما عندناش الدراري فقط. اذا انت داك البريزيرفاتيف اللي لقيت في الطواليت يعني كيدل على انهم كانوا كيديروا شي حاجه، لانه قال لك انا ما تنديروش، انا بالعكس انا 4 سنين ونص وانا اللي كنحاول انني نولد انا وياها. هي ما تدير حتى شي حاجه ولا ما تديرش شي حاجه، بالعكس حنا باغيين نولدوا، ماشي كنديروا شي حاجه باش ما نولدوش. صافي قال لك كحالت الدنيا في عينيا وانا نقول لها شوفي غادي تمشي للمغرب. داز واحد 15 يوم شحال بحال هكا. قال لك ما عقلش انا شنو قال لي. المهم قالت داز واحد المده هو يقول لها غادي نهبطوا للمغرب، هو هبطها للمغرب. هو يقول لهم شوفوا هاد السيده هادي ومصايب لها الوراقي وكل شيء. قال لمو قال لها شوفي راه كاين وهاد السيده هادي راه ما بقاش غنكمل معاها باي وجه كان وباش ما بغات. قال لك انا ما بقيتش قدرت زعما نتسنى حتى لحد نحصلها متلبسه. قال لك انا غنمرض مع راسي، انا غنمرض علاش غنمرض راسي معاها. صافي الحمد لله دار لي الله تا ولدي الخير، ما ولدتش معاها، دوزت معاها هاد 4 سنين ونص. صافي ندير راسي بحال كنت دوزتها غير خدمه. صافي ماشي مشكل، وربي راه وراها لي على الحقيقه ديالها. ما لقاتش هي كاع شكون مع من طيح غير مع ولد عمي. المهم اونتر بارونتيز انا قلت لي شوف صراحه انت تديفو فيك ولد عمك ولا ولد عمك، هذاك السيد ما خصوش يدخل للدار. خوك يجي عندك وما خصوش يجلس مع مراتك في الدار. هادشي اللي كاين. الحموا الموت. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ارحموا الموت. ما خصناش ندخلوا خويا للدار وانت ما كاينش. اسمح لي داكشي التدريوتيت قلتها ليه، قلت ليه هادشي ما كانش خصك تديرو، وهادشي متوقع. واخا يكون هو جلاخه، هذا ولد عمك هذا يكون جلاخه، غادي الشيطان يزينوا ليها. صافي قال لك انا عارف انني غلطت وكذا وكذا وكذا، ولكن ما عندي ما ندير، هادشي اللي عطا الله. من بعد ماشي زعما تعقد باش ما نعطيكمش واحد الطاقه سلبيه، ماشي تعقد ولا شي حاجه. من بعد هو تزوج واحد البنت وساكنه تما نيت. ساكنه حتى هي في برا، كاينه في ايطاليا حتى هي.
سكن تما، تزوج بها، ولد معاها 2 وليدات، وعاش معاها بخير وعلى خير. دابا حاليا راها حامله ودرويشه، وما عمرني ما شفت منها شي عيب. باش تعرفوا انه قال لك انا بقى فيا الحال غير على بنادم. شي فيك قلت ليه شوف انت غلطي والحمد لله شفتي على حق. قلت لك كان ممكن انها شي نهار تقول لك انا حامله، وهي براسها ما عارفاش من حامله الا لا شكيتي ومشيتي درتي تيست الADN. اما راه ما كنتيش غادي تعرف كاع نهائيا، كنتي غادي تربي غير ولد عمك نيت، ولد عمك دم نيت واحد. قلت ليه اما راه ما كنتوش غادي ديروا، ما كنتيش غادي تعرف. تجي تقول لك حامله غادي تفرح وغادي تهلا فيها، وهذاك راه ماشي ولدك. وماشي هذا هو المشكل. المشكل هو انه القضيه راه خطيره، ماشي غير الحمل، القضيه راه الفساد. والقضيه الاخرى انه هاد السيده هذه من داك النوع اللي هي سهل انه اي واحد يجرها. اما هي كان عليها تدير لك مظاهره في الدار وتقول لك يا انا يا ولد عمك في الدار، ما نجلسش معاه في الدار، نخرج نضل في الزنقه انايا ولا ولد عمك، ولا يمشي يخرج بحالاته. من الاخر ما عجبكمش الحال تخرج بحالتها هي. يعني هذا ميساج كذلك اي امراه كتعرض لهاد المعامله السيئه ديال انه تجلس مع خرج لها في الدار، تجلس مع ولد عمه في الدار، تجلس مع ولد خالته في الدار، تجلس مع جد حياة بط امه في الدار، ريحه الشحمه في الشاقور في الدار. لا ما يمكنش، اسمح لي، ما يمكنش. اللي كاينه واللي ما كاينش. شي حاجه اللي ماشي معقوله ماشي معقوله. وكذلك البنات اللي كنتو كتفرجوا فيا، يجيب لك بنت خالته لا، يجيب لك بنت عمته لا، يجيب لك اخته مرحبا، ولكن يجيب لك بنت خالته لا سمحي لي، لانه ممكن انه يتزوج بها، حيت هي راه حلال لانه يتزوج ببنت عمته وبنت خالته، ما يجيبهاش ليك. واش متزوج بها ما مزوجش بها، ممكن انه يتزوج بها ما يجيبهاش لك للدار. حيت كاين اللي طاحوا في هاد لي كا هادو. ودرجه غادي نكون حطيت لكم واحد الفيديو على هاد غادي يكون تقدر ترمى الادمين، غادي يكون رمى لي الفيديو ديال هذا المشكل اللي وقع، ديال ان واحد جاب بنت خالته وفي الاخير تزوج بها وجرى على مرته. عادي داكشي علاش انا المراه خصها تدافع على الحقوق ديالها، والراجل كذلك، لانه ما كاينش شي راجل على وجه الاطلاق غادي يقبل انه المراه تجيب ولد خالته ولا ولد عمتها. تخيل معايا صاحبي، تخيل معايا انه مراتك تقول لك راه ولد عمي راه مع لافاك بعيده عليهم، راه غادي يجي يسكن معنا واحد عامين ديال ماشي عامين 4 سنين تيشد الماستر، واحد العام 4 سنين تيشد لا ليسونس، وعامين ديال الماستر هي 6 سنين تيدوزوا غير عام حتى كيشبعوا ويمشي في حالته. تخيل معايا دابا انت ما تقدرش حتى تخيلها. ولا تقول لك مراتك عافاك راه بغى يجي عندنا ولد خالتي، راه بغى يدوز واحد الفورماسيون فيها 6 موا في واحد ليكول سوبيريور كاينه حدانا حدا الدار. راه ما يمكنش تولي انت تفيق الصباح وتمشي لخدمتك وتجي وتلقاهم. اش التخربيق هذا؟ اش كتخوروا؟ ما كاينش اللي غيقبلها. كاين استثناءات، ممكن يكونوا شي استثناءات، ولكن راه ما يمكنش. ما غاديش تبغي، الا بغيتي صافي غير سير يديروا عليك البردعه ويطلعوا فوق منك يبيعوا الخبز الكارم، ولا سير طلع معك شي قالب ديال السكر ذوبوا فيك. هادشي اللي كاين.